للتناقش معه في موضوع لأسجل فيه رسالة الماجستير، وكنت أقرأ في مجلة السياسة الدولية، فوجدت عنوان اسمه على ما أذكر تركستان الشرقية والصين. نعم. تركستان الشرقية، الصراع الصيني التركستاني ومستقبل تركستان الشرقية. هذا كان منذ حوالي 9 سنوات. نعم. قرأت الموضوع وعلمت أنني أحسست أنني لا أعلم عن الموضوع شيء. نعم. قابلت الدكتور حرب أكرمه الله، وقدرا طرح علي موضوعين. كان الموضوع الأول الشيشان وتركستان الشرقية. قلت له: أنا بالأمس قرأت مقالكم عن تركستان الشرقية وأريد أن أعمل في هذا الموضوع. نعم. فرحب الرجل، وهو من العلماء المتخصصين في دراسة العالم التركي. وبدأت رحلة الماجستير، وكانت هناك صعوبات كثيرة في المسألة لضعف المعلومات عن تركستان الشرقية وقلة المراجع والتعتيم الإعلامي المفروض على القضية التركستانية من قبل الصين. الصين كنظام حكم شيوعي يفرض ستارا حديديا على المسألة، على المسألة التركستانية، لأن الصين تعاني من مشاكل عديدة، ليس في تركستان الشرقية فقط، ولكن في التبت، في منغوليا، في منشوريا، لديها كثير من المشاكل. بعد الانتهاء من الماجستير يعني أردت أن أكمل. يعني أكرم الله الدكتور رأفت الشيخ الأستاذ والعالم الكبير، كنت أريد أن أخذ الموضوع ككل من 1760 حتى الوقت الحاضر، بداية الاحتلال 1760. أنا كنت أخذ الموضوع، يعني أريد أن أخذ الموضوع كحماس، أريد أن أخذه حتى الوقت الحاضر، حتى وقت التسجيل. قال لي: الموضوع طويل، يفضل أن تأخذ الموضوع من 1760 أو من سنة سقوطها في أيدي الصينيين حتى سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على الحكم في الصين بأسرها. أنا أريد أن أتعرف أنا والمشاهدون كيف وقعت التركستان في أيدي الصينيين. قلت لحضرتك أن تركستان وقعت تحت حكم الصين في العام 1760 تقريبا بالتحديد، بعد نجاحها على السيطرة على تركستان الشرقية بأسرها. نعم. كانت دولة القلموق، وهم من الأتراك الوثنيين، قائمة في ذلك الوقت. وكان هناك صراع داخلي داخل تركستان الشرقية في دولة الخجوات، أو كانوا يسمون الحكام المحليين الموجودين في تركستان. بعد انهيار الدولة السعيدية حكم الصوفية الخجوات أو المعلمين. نعم. طبعا كانوا فرقتين منقسمين. الأمراء هناك يريدون، كل يريد السيطرة على الحكم في منطقته بالأساس وعلى الوضع في داخل تركستان الشرقية. صدق الله: ولا تنازعوا فتفشل نعم. وتذهب ريحكم. تحالف بعض الأمراء مع الصينيين، وتحالف الآخر مع القلموق. نعم. وبدأوا صراع فيما بينهم. كان الحكم في الصين في ذلك الوقت الحكم الإمبراطوري في عهد إمبراطورية المانشو. نعم. التي بدأ حكمها 1644 حتى 1911. تمكنت إمبراطورية المانشو من اكتساح تركستان الشرقية ودولة القلموق. وكانت الحرب من القسوة والضراوة، بحيث يعني أبيد قسم كبير من القلموق، وقتل مئات الآلاف من المسلمين في تركستان الشرقية. نعم. الصينيون يتميزون بالقسوة في التعامل مع الآخر. لو ذكرت لنا بعض صور الاضطهاد هناك. الاضطهاد يبدأ من فترة، من بداية سيطرة الصين.
الصين تعلم جيدا، أو الصينيون يعلمون جيدا أن تركستان الشرقية ليست أرضا صينية، ويعني جغرافيا يتم التفرقة ما بين أمرين: الصين الأصلية والصين الخارجية. الصين الأصلية وهي البلاد التي خلف سور الصين العظيم. نعم. الصين الخارجية تشمل مستعمرات الصين، وهي منغوليا الداخلية، نعم، تركستان الشرقية، التبت، ومنشوريا. وهذه المناطق الحدودية الأربعة تمثل أكثر من نصف مساحة الصين. نعم. الصين حينما دخلت تركستان تريد أن تفرض حضارتها، تريد أن تفرض قيمها، تريد أن تخضع المسلمين التركستانيين أو المسلمين الأتراك هناك في داخل تركستان. الأتراك يتميزون كثيرا بالحمية وبالصلابة وبالعناد، يعني بسهولة لا يتنازلوا عن عقيدتهم، عن هويتهم، عن قيمهم الثقافية بصفة عامة، يصعب جدا التنازل عنها. وبالتالي كانت يعني تحدث اضطهادات كبيرة في كافة المجالات. في مجال مثلا الدين، حقيقة لم يعني الاضطهاد الديني كان موجودا، بمعنى انك انت الحظر على الهوية الدينية نفسه. نعم. إظهار هويتك هذا ممنوع. في فترة الحكم المنشوري كانت الأمور تجري رويدا رويدا، يعني خطوة خطوة. نعم. بمعنى بدأ الصينيون لمحاولة استيعاب تركستان أو التركستانيين داخل الحضارة الصينية أو دمجهم داخلها. بدأت تقيم ما سمي بالمدارس المنشورية. نعم. كان لها زي خاص وسمت خاص، ومثلا الشعر بضفيرة، ملابس خاصة. استخدمت هذه المدارس لتصين أبناء النخبة، أبناء النخبة الحاكمة، سواء صينيين أو من التركستانيين الذين استخدمهم الاحتلال الصيني لحكم تركستان الشرقية أو للمساعدة في حكم تركستان الشرقية. كان هؤلاء أبنائهم يدخلون المدارس لتعليمهم اللغة الصينية، قيم الحضارة الصينية. أي مساعدة تقدم من خلال هذه المدارس كانت تمثل إضافة لوجود الحضارة الصينية. نعم. داخل تركستان الشرقية. بعد انهيار إمبراطورية المانشو سنة 1911 وقيام الثورة الصينية بزعامة سون يات سين، قامت الحكم الجمهوري أو حكم الكومنتانج في الصين سيطر على تركستان، ولكن كان في بدايته كان ضعيفا، لم يستطع السيطرة سيطرة كاملة. أنا أريد أن أعود إلى كلامك بعد هذا الاتصال من الدكتورة ماجدة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة ماجدة. أهلا بيك. بارك الله فيك. شكرا يا فندم. حضرتك يعني تعلمين القضية التي نتحدث عنها، نتكلم عن تركستان القضية المنسية. تمام يا فندم. والذي أريده الآن يعني من حضرتك أمام جميع المشاهدين، هل ساهمت تركستان في نسيج الحضارة الإسلامية؟ بالطبع، يعني تركستان يعني أكاد أقول أن كل علماء البارزين الذين خدموا الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية والفقه والتفسير والحديث هم من تركستان تركستان بشكل عام، سواء الشرقية أو الغربية. نعم. فالحضارة الإسلامية يعني مدينة بالفضل الكبير إلى علماء تركستان في جميع فروع الثقافة والمعرفة الإسلامية. نعم. فضلا عن الشق
العمارة اللي هي التركستانية بخصائصها المعروفة وزخارفها ونماذجها التي ما زالت قائمة إلى اليوم، هي بلا شك بتمثل إضافة للحضارة الإسلامية. الحقيقة أن علماء تركستان لم يكتبوا تراثهم باللغة الأيغورية، دي مسألة أود توضيحها، اللي هي لغة أتراك تركستان الشرقية، لكن كانت كتابتهم في الأغلب باللغة العربية. نعم. يعني لأنهم اعتزوا بهذه اللغة واعتزوا بالحرف العربي الذي صار الحرف المعتمد لديهم منذ أن اعتنقوا الإسلام إلى اليوم، يعني منذ أكثر من 1000 عام لم يغير أتراك تركستان الشرقية الحرف العربي الذي استخدموه في الكتابة. فضلا عن أن عيون مؤلفاتهم كانت باللغة العربية. يعني كلنا بلا شك يعرف ما أسداه البخاري وهو من علماء تركستان الكبرى